برج العقرب، إيه ده أنتِ عقرب؟ ده أنا عقرب يا راجل يا شيخة أنتِ كام؟ أنا 18 11 لأ بتهزري والّا ده أنا كمان 18. بس مين اللي بدأ؟ مين اللي قال أول كلمة؟ هقول لكم بس لسه. طب في دليل إن في حاجة؟ أول دليل فقعد مع منى وعملوا خطة العيلة الواحدة بتاع السقة، والسقة بقى يجيب نفس نوع القهوة اللي ياسمين بتحبه. صدفة؟ لا، ده شغل. بس شغل مين؟ بس فيديو 10 ثواني اتسرب. في حلم بيقول للعيلة دليل كلام السقة في 2022. ياسمين ممثلة تقيلة. تاني دليل ياسمين في 2023. السقة فنان كبير. تالت دليل الصور شهر 7 اللي فات، عيد ميلاد ياسمين بنت ياسمين. مين كان موجود؟ الأربعة زائد العيال. محدش نزل صور. فين يا جماعة الحركات؟ انتوا عاملين ايه؟ بصوا النهاردة قاعدة على نار علشان معايا خبر هيقلب مصر. ياسمين عبد العزيز هتتجوز أحمد السقا. أيوة، ياسمين والسقا. بس استنوا، اوعى حد يقفل، علشان في آخر الفيديو هقول لكم مين اللي بيحرك الموضوع ده كله، من ورا مين اللي جمعهم، ومين اللي أقنع العيال. بس قبل ما أقول لكم لازم تعرفوا الأول مين أحمد حلمي ده بالنسبة للناس دي. يلا بينا. شلة الأصحاب حكايات حقيقية. أحمد حلمي ده مش ممثل وخلاص، ده الرابط. تعالوا أحكي لكم. حلمي وياسمين صحاب من مسرح مصر 2014. بس مش بس شهر، ده حلمي كان أول واحد وقف جنب ياسمين في أزمتها 2021، وطلع في كل اللقاءات وقال ادعوا لياسمين، ادعوا لياسمين. وكان بيروح المستشفى، وياسمين قالت عنه ده أخويا اللي مجابتوش أمي. طب حلمي والسقا دول بقى أصحاب كورة، منتخب المشاهير. السقا حارس وحلمي بيلعب في النص. الاتنين جيران في التجمع، يعني العيال بتلعب مع بعض سوا في الجنينة. السقا قال مرة عيالي بيحبوا عمو حلمي أكتر مني. وطب منى وياسمين دي بقى أخت بجد، من 2005 صحاب. منين ما كانوا بيودوا الأكل لياسمين كل يوم في المستشفى. ولما ياسمين خفت أول حاجة عملتها راحت حضنت منى. ومن ناحية تانية منى مرات حلمي، يعني الشلة كلها في بعض. شايفين؟ 4 أشخاص 20 سنة صداقة، عيال، جيرة، شغل. بس السؤال ايه هنا؟ ايه اللي خلاهم يفكروا في الجوازة دي دلوقتي؟ استنوا ما تقلبوش الصفحة، استنوا. العيال والخط. ياسمين 15 سنة، وسيف 13 سنة. السقا ياسين 17 سنة، ونادي 14 سنة، ويوسف 10 سنين. ال5 دول بيروحوا نفس النادي وادي دجلة، وبيلعبوا سوا وبقوا صحاب جدا. حلمي شايف ده كله وقال ليه ما نجمعش العيلتين، فقعد مع منى وعملوا خطة العيلة الواحدة. قالوا لازم نقرب بقى. التقريب عزومات عند حلمي، عيد ميلاد عند منى، سفرية في الساحل شهر 7. كانوا كلهم في فيلا واحدة 3 أيام. المرحلة التانية الإقناع. حلمي قعد مع ياسمين قال لها جربي
انت تستاهلي. وقعد مع السقا قال له دي بنت ناس ومحترمة. وأنا كانت بتتكلم مع العيال، ايه رأيكم نبقى عيلة واحدة؟ والمرحلة التالتة التنفيذ بقى، ودي المرحلة اللي احنا فيها. بس مين اللي بدأ؟ مين اللي قال أول كلمة؟ هقولكم بس لسه. طب في دليل إن في حاجة. أول دليل كلام السقا في 2022، ياسمين ممثلة تقيلة. تاني دليل ياسمين في 2023، السقا فنان كبير. تالت دليل الصور، شهر 7 اللي فات عيد ميلاد ياسمين بنت ياسمين. مين كان موجود؟ الأربعة زائد العيال. محدش نزل صور، بس فيديو 10 ثواني اتسرب. في حلمي بيقول للعيلة كلها مع بعض. رابع دليل الساحل، فيلا حلمي. 3 أيام العيال طلعوا لعبوا سوا وصوروا سيلفي. الصورة دي معايا بس مش دلوقتي. خامس دليل تصرفات غريبة. ياسمين بقت تروح نفس الجيم بتاع السقا، والسقا بقى يجيب نفس نوع القهوة اللي ياسمين بتحبه. صدفة؟ لا، ده شغل. بس شغل مين؟ الجزء الرابع الزتونة. خلاص جه وقت الزتونة. مين السبب؟ أحمد حلمي؟ والله حلمي هو اللي بدأ، هو اللي قال لياسمين فكري، وهو اللي قال للسقا اتقدم، وهو اللي أقنع العيال واحد واحد، وهو اللي رتب كل العزومات والسفريات. ليه؟ عشان شايف إنهم لايقين على بعض، وشايف إن العيال هتبقى مبسوطة. يعني من الآخر لولا حلمي ما كانتش حد فكر. هو العقل المدبر، وهو اللي ورا كل ده. بس كده يا ياسميناتي، قلتلكم كل حاجة. ها موقفين شايفين حلمي صح؟ اكتبوا تحت، وعايزة 1000 كومنت. الجزء الثالث لما نتأكد هننزله. لايك واشتراك بقى، بحبكم. تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان أنا بحبكم وجيب لكم كل الأسرار اللي بتحصل في الوسط الفني. أنا متشكرة لكم جدا 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 إنكم كملتوا معايا الفيديو. متشكرة جدا 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 لكل من يديني كومنت جميل ولايك حلو. أكمل وأكون دي مسيرتي، وأنا بكلمكم بكل طلاقة، وأنا بحبكم جدا 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 وعفوية، وأنا مش عارفة أعمل إيه والله.